قبل 2003 ما كنت أعرف شيء عن أطفال الشارع، ولا كنت أفكر منين ذولا يجون، ولا فد يوم سألت نفسي ليش هم بالشارع. ولكن بعد 2003 شفتهم وبكثرة بساحة الفردوس، وكانت المنظمات الأجنبية تشتغل وياهم. وأكثر شيء شد انتباهي هو بنية أجنبية كانت تحتضن طفل شارع وتلعب وياه بكل حنان وتوكله وكأنه ابنها. بصراحة هذا الموقف كلش شدني، وقررت أن أشتغل ويا أطفال الشارع وأسوي وياهم أشياء ما حد مسويها قبلي ويا هاي الشريحة. الحمد لله ردت بالبداية أن أثبت للناس أن ذول الأطفال ضحايا وليسوا جنات، لأن للأسف الشديد المجتمع كلش قاسي بالحكم على هاي الشريحة. الشغل وياهم صعب، وخصوصا أنه أنا كنت أواجه المجتمع ككل وأني فرد، فكنت أخذ الأطفال وياي للبيت يباتون يمي بالبيت. وأصعب موقف وما أقدر أنسى أول يوم اللي أخذت بيه الأطفال وياي للبيت، فكان بالنسبة لي اختبار، وبالنسبة لهم هي فرصة أن يلقون شخص ينقذهم من الواقع اللي هم يعيشونه. فما قدرت أنام للفجر. أنا ما كنت خايف منهم مثل ما يتصور الناس، أنا كنت خايف عليهم، خاف يطلعون بالليل. فكانت إذاني يم الباب أسمع خاف يطلعون. مجرد بصار الصبح طلعت ركض، رحت أباوع، شفتهم نايمين، كلش ارتاحت وعرفت أنه أنا نجحت بالاختبار وهم يستحقون هاي الفرصة. من قعد رحت جبت ريوق وجيت قعدتهم من النوم، فاجئوني من قعدوا حتى أثبت لكم أنهم أطفال يستحقون هاي الفرصة. أول ما قاموا من النوم صفطوا البطانيات والدواشي قبالتهم، قالوا الأستاذ وين نخليهن؟ بادرني واحد منهم قال لي أستاذ تدري هاي أول مرة أنام بفراش نظيف ودافي، يعني صار له ما أدري كم سنة بالشارع يبات. واحد لاخ قال لي أستاذ أول مرة أنام وأنا يعني مأمن، لأن ما تعرف بالليل بالشارع ايش يتعرضون للأشياء وش قد ناس تستغلهم بالشارع. واحد قال أول مرة أحسك واحد بالعراق يحبنا ويهتم بينا. طبعا تعلقي بأطفال الشارع سبب لي كثير من المشاكل ويا حتى أقرب الناس إلي اللي هو والدي الله يرحمه، لأن كان يعارض فكرة أن أتبنى واحد من ذول الأطفال اللي كنت كلش متعلق به. فتقاطعنا أنا وياه 3 أشهر، بس خلال 3 أشهر توصل إلى قناعة أنه اللي أسوي لازم هو يفتخر بي، ووصل إلى مرحلة يكنس الدار مال الأيتام وأمام الجميع بعد ما احترق وهو يفتخر بهذا الشيء. بعد 2007 بداية 2007 انقطعت، مشوار انتهى ويا الأطفال المشردين، لأن كلهم دمجتهم ويا عوائلهم ويا أسر بديلة مثل عم أو خال أو جد، وانتقلت بالعمل مع الأطفال الأيتام. لأن بعد 2007 بسبب الظروف السيئة للبلد كثر عدد الأيتام بالعراق، فكان يعني مطلوب أنه كثير من الناس تتحول بعملها لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع. للأمانة يعني ويذول الأيتام يعني كنت دائما أبتسم وأضحك وأواجه أكبر المشاكل وأنا أضحك. تدرون ليش؟ لأن المشاكل اللي عندهم أكبر من كل مشاكلنا، بس رغم هذا
24 ساعة تشوفهم يضحكون. فكنت أخجل إذا أنا أكون ضايج أو مكتئب بالوقت اللي هم مشكلتهم أكبر من كل مشاكلنا ويضحكون. وياهم عشت الحياة طول بعرض، سويت كل شيء، حتى الأشياء اللي ما مسويها من كنت صغير سويتها وياهم. غنينا، لعبنا، ضحكنا، لعبت أشياء ما مسويها من كنت صغير، وبنفس الوقت لعبتهم أشياء أنا كنت مسويها من كنت صغير وهم ما لحقوا عليها، لأن للأسف التكنولوجيا والهاي حرمت كثير من الأطفال من الأشياء اللي كنا نلعبها من كنا صغار، وما حسستهم ان هم عايشين بدار مال ايتام. حتى اسمنا كان البيت العراقي الآمن للإبداع، لأن أطفالي كانوا مبدعين، كانوا حائزين على 28 جائزة عالمية، وكانوا هم يعني عنصر فعال ويساهمون ببناء المجتمع. مو نفس النظرة اللي ينظر لها المجتمع على أساس أنه اليتيم للأسف الشديد بثقافتنا أنه هو معاق ويحتاج أنه دائما تساعده وتمد له يد العون. حتى من كنت أعلمهم ما كنت أعلمهم بطريقة تقليدية أو مملة. مثلا من كنت أعلمهم جدول الضرب، كتبت لهم على البايات مال الدرج، كل باية مثل ما تشوفون الرقم في رقم، فكنت هو يصعد على الدرج صاعد نازل، 1 في 1 1 2 في 1 2. المهم لحد ما حفظوا جدول الضرب أنا راسي صاير هاي الكبرات. الأطفال اللي عندي يعني نماذج مو بس أنا أفتخر بيهم، كل أطفال العراق وكل شباب العراق وكل العراقيين لازم يفتخرون بيه، وهذول نموذج منهم. هاي هو. حي الناس. أتمنى أول شيء يتحقق حلمي، وفي يوم من الأيام أشوفهم كلهم نجوم بالعراق ورافعين اسم العراق بكل المحافل. سمير حمادة. سمير ممثل سينمائي ماخذ جائزة من أمريكا. تقدر شوية تتقدم سمير؟ أفضل ممثل سينمائي عن فيلم عيد ميلاد. وقبل أسبوع أخذ جائزة من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، وحائز على جائزتين بالعراق، يعني مجمل الجوائز تقريبا 4 أو 5 جوائز إذا أنا ما تخونني الذاكرة. شكرا سمير. أحمد هادي يعني موسوعة، يعني أنا عندي قناعة أنه كل طفل ممكن أن تجتمع به أكثر من موهبة، بس إحنا شلون ننمي هاي المواهب ونوجهها على الطريقة الصحيحة. أحمد عازف أورج، ممثل سينمائي، مسؤول المكتب مال الدار، هو اللي يسوي برامج الحاسوب. بعد شنو؟ يلعب رفع أثقال وسباح بالاتحاد العراقي للسباحة. شكرا. بس نسيت نقطة، انه اول البارحة عنده فيلم هو اخذ 3 جوائز من مهرجان البحرين اول البارحة، وصلنا الخبر. عيسى ومصطفى هذول العنوان البارز للدار مالتنا. هنا المشاكس وهنا العاقل. مصطفى عازف كلارنيت ويا المايسترو كريم مصفي، وعيسى يعزف تشيلو. عيسى سباح ومصطفى رافع أثقال. مصطفى ممثل سينمائي وعيسى ممثل سينمائي، وما قبل تقريب شهرين أخذ فيلم مملكة النفايات جائزة من نيويورك في أمريكا. سيف صالح
احنا طبعا حتى بالدار كل واحد نلقبه لقب، فسيف اللقبه القيصر. سيف ممثل سينمائي، عنده فيلم في أحضان أمي حائز على 20 جائزة عالمية، و تطلع الصورة؟ وهو يغني بالعربي وبالإنجليزي وش تعزف؟ كمان. كمان. شكرا. حسين علاء بطل من أبطال مو البيت العراق لا من الإبداع، لا من أبطال العراق اللي لازم الكل تفخر به. حسين فنان تشكيلي ماخذ جائزة من أمريكا أفضل عمل لطفل دون 15 سنة قبل سنتين. وحسين يعني من مساوئ القدر ومن مساوئ مجتمعنا انه حسين معارضة كانت تطلع للخارج، هو ما يقدر يروح وياها لان ما كان عنده جنسية، ولكن بعد مراجعات سنة وروح وتعال قدرت احصل له جنسية وجواز سفر وشهادة جنسية. وهسه حاليا ان شاء الله يستعد الى يعني راح تجي دعوات من فرنسا ومن المانيا ومن امريكا حتى يسوي معارضة هناك. كل الناس تحلم بالليل، بس أنا كانت أحلام الصبح. كل الناس تحلم حلم حلمين ثلاثة بالزايد، أنا كنت أحلم يوميا 33 حلم، ويوميا أشوفهم قدام عيني تتحقق هاي الأحلام. فأقول لهم شكرا جزيلا لأن أنتم أصحاب الفضل، أنا واقف هنا. شكرا جزيلا.